بيبدأ الأنمي مع شاب بيشتغل في وظيفة روتينية مملة جدا. كل يوم بيخلص شغله وبيروح لبيته يعمل نفس الحاجة بنفس الطريقة، لكن في يوم هو خارج بشكل طبيعي راح واقع على الأرض وما قامش بعدها. فجأة بيفتح عينه لقى واحدة قدامه بتقول له إنه أخيرا فتح عينه. فصاحبنا ما كانش فاهم حاجة وبيقول هي دي مستشفى ولا إيه، لكن مرة واحدة لقى كلب بيطير من فوقه شوية، وجات واحدة من الخدم تقول للبنت إن الأمير شكله جميل قوي. وقتها كانت هي ماسكة طبق في إيدها وظهر في الانعكاس بتاعه شكل بطلنا اللي طبعا اتصدم اول ما لقى نفسه بقى عيل صغير لسه مولود جديد. وهنا نعرف ان صاحبنا اتولد من جديد كطفل من عيله غنيه جدا، وبنبدا نتعرف اكتر على العالم ده وازاي هو جه هنا. القاره اللي قدامنا دي اسمها سمر فورس، ومن حوالي 200 سنه كانت متقسمه ل7 ممالك قبل ما تقدر مملكه منهم اسمها انسل تستولى على باقي الممالك ال6، ومن وقتها وتحولت لامبراطوريه اللي هي عليها دلوقتي. في الوقت ده شفنا بطلنا في جسمه الجديد واللي بقى اسمه ارس، وبيعرفنا انه بعد ما مات من 3 سنين وهو بيتعلم القراءة والكتابة وكل حاجة عن العالم الجديد ده. وحاليا الحاجة الوحيدة اللي ناقصاه هي القوة السحرية اللي لسه بيحاول يفهمها. أما بالنسبة لعيلة لوفنت اللي هو اتولد فيها فدي عيلة نبيلة ومسؤولة عن المنطقة دي من المملكة واسمها لامبرج. يعني من الآخر حياة بطلنا اتغيرت لحاجة هو عمره ما كان يتخيلها، لكن بالرغم من كده كان عنده اهتمام انه يعرف اكتر عن قوته علشان يطورها. فبقى كل يوم بينزل يتفرج على تدريبات الجنود في الساحة. وهنا نعرف ان ارس صحيح ما عندهوش قوة سحرية، لكن عنده قوة هو الوحيد اللي بيمتلكها في المملكة كلها، والقوة دي اسمها قدرة التقييم. وقتها لما هو وصل للساحة شاف جندي كده الكل شايفه ضعيف ومحدش بيعمل له أي حساب. أرس استخدم قوته وعرف كل حاجة عنه وعن قدراته، وطلب منه إنه يوقف تدريب بالرمح ده ويجرب يضرب بالقوس والسهم. وبالرغم إن كلهم قالوا له ده جندي فاشل مش هيعرف يستخدمه، لكنه فضل مصمم. وفعلا الجندي جرب يضرب بالقوس، والغريب إنه قدر يجيب السهم في النص بالظبط. كلهم طبعا كانوا فاكرين ان دي مجرد حظ، لكن الغريب انه بدأ يضرب اكتر من مرة وكلهم كانوا في النص برضه. فباقي الجنود اتجمعوا حواليه وقالوا له انت لازم تبقى رامي في الجيش يا ابني. لكن الغريب دلوقتي هو ازاي طفل صغير عرف حاجة زي دي. فارس لما لقاهم مركزين معاه كده قال لهم دي صدفة، وما كانش عايز حد يعرف بقوته دي لا تحصل له مشاكل من وراها. لكن اللي هو ما كانش فاهمه هو ليه مش قادر يستخدم القوة دي على نفسه ويعرف قدراته. ولما رجع للبيت راح علشان يتعشى مع والده اللي اسمه ريفن، وقال لنا بالرغم انه يظهر انه شخص شرير من نظراته دي، لكن في الواقع هو شخص كويس جدا اتحول من مجرد مزارع عادي للمكانة اللي هو فيها دلوقتي. المهم وارس سرحان في التفكير كده ابوه ندح عليه وقال له انا عايزك تتطور باسرع وقت ممكن علشان انت اللي هتكون حاكم المقاطعة دي بعدي. فارس كان حاسس ولسه بدري عليه علشان يتحمل المسؤولية دي كلها، لكن فضل يراجع ويجهز في نفسه علشان اليوم ده. وبالصدفة وهو بيقرأ عن سياسات الامبراطورية عرف ان المستقبل مش هيكون جميل زي ما هو فاكر، لا ده قدامه حكام فاسدين في كل حتة في المملكة، واغلب الشعب بيكرهوهم وبيعملوا ثورات قدامهم. وبالنسبة لارس فدي حاجة ممكن تتسبب في يوم من الايام في حرب اهلية تدمر المملكة كلها. وطبعا بصفته حاكم المقاطعة هيكون هو المسؤول عن قيادة الجيش علشان يحمي الناس الموجودة هنا. علشان كده انا لازم اكون جاهز في اسرع وقت علشان اللحظة دي. وبما انه عارف انه مش هيقدر يعمل ده لوحده قرر يستغل قدرته الفريدة، نزل بسرعة وسط الناس وبدأ يشوف مين فيهم يقدر يساعده في خطته دي. وبالصدفة وهو ماشي شاف واحدة ست بتطرد ولد من بيتها. أرس لاحظ إن شكله مختلف والناس كلها بتبعد عنه وبيقولوا إنه منبوذ من الملكان. ودي كانت أول مرة أرس يسمع عن الناس دي. كل اللي يعرفوا عنهم إنهم ناس كانوا عايشين على البحر واتجابوا هنا كعبيد للطبقات العليا. فأرس من غير تفكير راح قدم له أكل بالرغم إن كل الناس قالوا له ابعد عنه، وما كانوش فاهمين هو ليه طفل من عيلة غنية بيعمل كده مع المتشرد ده. لكن طبعا أرس ما اهتمش بكلامهم وصمم يساعده، وفعلا الولد أخد منه الأكل وبدأ ياكل. وهنا كانت الصدمة. أرس أول ما استخدم قدرة التقييم ما كانش مصدق القوة اللي عند الولد ده، حرفيا قوته تضاهي قوة زعماء كان بيقرأ عنهم في كتب التاريخ. وتأكد إن الولد المشرد ده لو حد عرف يخرج القوة اللي جواه هتكون فايدة كبيرة جدا بالنسبة له. وبالفعل لسه أرس هيبدأ يتكلم معاه لا بيشكره وبيمشي. فأرس قال له لا استنى، وفضل ماشي وراه بحجمه اللي قد علبة العصير ده لحد ما الواد وقف وقال له انت عايز حاجة؟ فأرس اتشجع
وقال له عايزك تبقى معايا في الفريق. فقال له يعني ايه؟ مش فاهم، انت قصدك نلعب يعني كأننا جيش؟ فارس قال له لا مش قصدي كده، وعرفه انه ابن حاكم المقاطعة دي ومن عيلة لوفنت، ووراله الشعار بتاع العيلة علشان يصدق. فالواد اتخض لكن ما كانش فاهم حاجة برضه، وايه موضوع ان ارس حاسس بموهبته ده، وطبعا هو عنده حق، عيل صغير زي ده بيقول له انا وانت عايزين نعمل جيش مع بعض. وفي النهاية قرر يسيبه ويمشي تاني. فارس قال له يا عم قلت لك استنى، وعرض عليه يجيب له كل الاكل اللي هو عايزه لو جه معاه. فالواد اول ما سمع ان فيها اكل قرر يروح معاه بسرعة، لكن لما وصلوا لاحظ ارس ان في تمييز من الخدم اللي ما كانوش موافقين بوجود شخص زي ده في القصر، وقالوا له احنا سمحنا لك تدخل بس علشان خاطر الامير، لكن انسى انك تتساوى بيه وتاكل من اكله، وطلبوا منه يمشي بعد ما يخلص من غير كلام. فارس ما كانش عاجبه الوضع ده وراح سحب الكرسي والاكل وقال لهم انا وهو هناكل مع بعض، وامرهم يقدموا له نفس الوجبات، وبالفعل قدموا له كل الاكل اللي هو بيحبه، وبدا ارس يتعرف عليه. فالولد عرفه ان اسمه ريدز، وقال له انا كنت واحد من فرقه مرتزقه جابونا علشان نسرق ونخوف الناس، لكن بعد ما اتقتل افراد كتيره من الفرقه دي قررت اهرب لحد ما وصلت هنا. فارس قال له ايه اللي خلاك ما تنضمش لفريق تاني؟ قال له مش هينفع، محدش هيوافق يضم شخص ما عندوش اي قوه زي كده، الفريق اللي انا كنت فيه ده انضمت له وانا لسه طفل. فارس كان صعبان عليه اللي هو مر بيه ده، علشان كده كان مصمم يضمه في الفريق بتاعه ويغير الحياه اللي هو عايشها. لكن طبعا رئيس الخدم طلع له فجاه كده وقال له حضرتك ده مش هينفع، والدك مستحيل يوافق على واحد من الملكان يكون هنا معاك. فارس قال له مالكش دعوه انت، واخد ريدز وراح يتكلم مع والده في الموضوع، لكن اتفاجئ انه بيقول له لا مرفوض، تعيين واحد من الملكان بالقرب منك حاجه غبيه جدا، علشان كده لازم تطرده حالا. فارس قال بيمتلك قوه كبيره جدا وهنخسر كتير لو ما ضمنهوش لينا، وكان متضايق لان حتى ابوه مصدق ان الناس دي عبيد بالنسبه لهم ومش شايفينهم يتقارنوا بيهم اصلا، علشان كده كان لازم يثبت له انه غلطان، وطلب منه يختبره بنفسه علشان يتاكد من قوته. فابوه قال له ايه اللي مخليك متاكد كده؟ انا عرفت بموضوع الجندي اللي انت قلت انه ماهر في استخدام القوس والسهم. فارس قال له ايوه، المره دي بقى انا حاسس ان ريدز موهوب جدا. فابوه فضل يفكر شويه كده لكن وافق في النهايه، وقال له لو نجح في الاختبار ده هخليه ينضم كفرد من الجيش. فارس فرح وقال له هو ده اللي انا عايزه، انا متاكد ان ريدز هينجح. لكن الصدمه لما لقى ابوه بيقول له ان اللي هيعمل له الاختبار هو انا وهو هنتواجه في مبارزه بسيطه. فارس قال له بس انت مش شايف ان ده كتير عليه؟ لانه عارف ان ابوه قوي جدا واكيد ريدز مش هيعرف يتعامل معاه، علشان كده كان عايز يوصل له انه عيل صغير فيسهل الاختبار شويه. فالاب قال له ماشي انا هتسهل معاه، وبالفعل خرجوا بعدها للساحه علشان كل واحد يجهز نفسه. وفي طريقهم ريدز سأل ارس انت ليه مصمم كده علشان تخليني معاك هنا؟ لو بدافع الشفقه فانا اتعودت خلاص انه مضطهد من الناس. فارس قال له انا مش عايزك تقولي الكلام ده تاني، في يوم من الايام انا هبقى حاكم المقاطعه دي وعايزك تبقى معايا وتساعدني. فريدز فرح بكلامه ده وقال له ما تقلقش هعمل اللي انا هقدر عليه. وفعلا وصلوا كلهم للساحه وكل واحد فيهم اخد سيف خشب. الحاكم قال له الوقت بدأ من دلوقتي، هتفوز لو قدرت تضربني ضربه واحده بسيفك قبل ما الوقت يخلص. وقتها ارس كان على اعصابه وهيموت من التوتر، بالرغم ان التحدي يبان بسيط لريدز لكن صاحبنا عارف ان الموضوع مش سهل اطلاقا. وبالفعل ريفن انطلق باقصى سرعه عنده وبدأ يهاجمه من كل مكان. الواد ريدز حرفيا اتصدم من سرعته دي، ضربه واحده بالسيف بالرغم انه خشب ممكن تقسمه نصين، فحاول يعمل اي حاجه علشان يصد الهجوم بتاعه ويفكر في طريقه يهاجمه بيها، لكن قبل ما يكمل راح ريفن ضربه بالسيف في كتفه رماه على الارض. بعدها قال له ايه استسلمت؟ الوقت بيمر بسرعه فقوم وريني قوتك. فريدز قام بصعوبه وبص على ارس وافتكر الكلام اللي هو قاله من شويه، ومره واحده شفناه بيقوم وعلى وشه ملامح متغيره تماما، وكان واضح انه هيعمل اي حاجه علشان يحقق طلب ارس. وفعلا انطلق بسرعه ناحيه ريفن، ولما قرب منه طرف السما استغل الاضاءه اللي جايه من الشباك علشان يشتته ونزل عليه بسيفه ضربه قويه جدا. من قوه الصوت اللي خرج من السيوف كل الموجودين ما كانوش مصدقين، لكن الصدمه الاكبر لما لقوا جزء من شعر الحاكم طرف الهوا. وهنا ريفن بص على الوقت وقال لهم المعركه خلصت، ريدز هيكون فرد جديد في الجيش لان هو اللي فاز في المعركه. فارس والباقيين كلهم ما كانوش مصدقين اللي هم سامعينه وراحوا بسرعه يباركوا له. وقبل ما الاب يمشي قال للارس انت قدرت تشوف قوه ريدز اللي جواه، انا كنت خايف على مستقبلك وما كنتش مصدق انك هتقدر تقود المنطقه دي، لكن حاليا انا شايف انك هتكون قائد عظيم. فارس من المفاجاه فضل سرحان ومش مصدق اللي هو قاله ده، لكن كان واضح ان الحاكم مبسوط بيه وبريدز، علشان كده تاني يوم شفناهم لابسين لبس جديد والدنيا لعبت معاهم. وقبل ما ينزلوا ريدز شكره لان لولاه كان ممكن يموت تاني زي باقي المشردين في الشارع، علشان كده قرر يفضل جنبه دايما لحد ما يحقق
احلامه. فارس اتحمس وقال له دلوقتي يبدا الشغل اللي بجد. وعلى مدار الايام اللي بعد كده بدا ريدز يساعد كل الموجودين في القصر ويتدرب في اغلب الاوقات علشان يبقى اقوى. كمان بدا يتعلم القراءه والكتابه وتاريخ المملكه دي علشان يقدر يتعامل كمساعد للامير. ومع الوقت ارس بدا يلاحظ انه بقى محبوب من الكل. كمان علشان هو اكبر من ارس بدا يشرح له كل حاجه جديده هو بيتعلمها عن تاريخ الامبراطوريه. وبالرغم ان ارس اصلا كان عارف كل الكلام ده لكن كان مبسوط برضه. اللي هو ما كانش يعرفه بقى ان في تغيير خطير ممكن يحصل في الامبراطوريه في الكام سنه الجايين دول، وده لان ولي عهد الامبراطور هو طفل عنده 18 سنه بس ومفيش اي سيطره في ايده، واللي حواليه هم شويه الفاسدين اللي هيتسببوا بفسادهم ده في دمار المملكه. وده اللي خلى ارس يقلق لان بوضع جيشهم الحالي مش هيقدروا يحاربوا اي حد. علشان كده كان عايز في اسرع وقت يجمع فريق قوي علشان يساعد الجيش. وكان عايز يعرف من ريدز مين اول مقاطعه ممكن يبدا فيها الصراع ده. فريدز فاجئه بان المقاطعه بتاعتهم هي ممكن تكون اول مكان الدنيا تولع فيه، وعرفوا ان رئيس المقاطعه دي كبر في السن جدا ودلوقتي هو عنده 2 هما اللي هيخلفوه في المنصب ده. لكن الموضوع مش بسيط كده، لو رئيس المقاطعه ده مات هيحصل صراع بين ولاده دول على الحكم وده هو اللي هيبدا المشاكل. فارس قلق وقال له طيب وده لو حصل احنا هنكون مع انهي جهه؟ فقال له على الاغلب والدك هيختار الابن الاكبر لانه الاحق بالمنصب، لكن وقتها ممكن كل حاجه تتغير مع الظروف الجديده اللي الحرب هتفرضها. وقال له انا عارف ان الوضع يظهر خطر لكن دي ممكن تكون حاجه في مصلحتنا ومصلحه الحاكم. لو قدرنا نعمل جيش قوي يقلب الاوضاع لصالحنا وقت الحرب الامبراطور ممكن يعين والدك رئيس للمقاطعه كلها. علشان كده لازم نلاقي محاربين جداد ينضموا للفريق بتاعنا. وبالفعل ارس خرج وقال لابوه انهم هينزلوا المدينه يدوروا على اعضاء جداد معاهم. فهو وافق وطلب منه يدور على حد يكون قادر يستخدم السحر لان دي الحاجه الوحيده اللي ناقصاهم. وفعلا ارس وريدز كانوا عارفين اهميه استخدام السحر في المعركه، علشان كده انطلقوا بسرعه يدوروا وسط الناس. لكن المره دي ريدز اخدوا المنطقه غنيه في المملكه اسمها كناري. ولاحظ ارس ان الناس هنا اغنياء جدا على عكس باقي المدن، وقال له انا بتمنى في يوم من الايام اخلي اهالي لامبرج عايشين بنفس الطريقه دي. بعدها بدا يستخدم قدرته ولاحظ ان اغلب الناس هنا قوتهم متوسطه. فريدز قال له ما تستعجلش اكيد هنلاقي الشخص المناسب. وبالصدفه وهم ماشيين في المدينه ارس اتفاجئ لما شاف المشردين نايمين على الارض بالشكل ده. فريدز لاحظ وساله في ايه، ولما شافهم قال له هو ده الوضع هنا، اي مكان هتلاقي فيه الاغنياء لازم تلاقي فيه ناس بالشكل ده. لو كل واحد في الطبقات اللي فوق دي كان متساوي في الثروه مع دول ما كانش بقى حد وضعه زيهم كده. فارس كان متضايق علشانهم وخصوصا ان ريدز كان زيهم كده في يوم من الايام، لكن هو قال له للاسف مفيش حاجه نقدر نعملها دلوقتي ليهم. فارس اقتنع لكن صمم اكتر انه لازم يغير النظام ده ويحسن حياه المشردين. وقتها لاحظنا ان في حد عمال يراقبهم ومشي لما خلصوا كلام. المهم وهم ماشيين في السوق ارس شاف بيض كده، قال ايه ده بيض تنين نادر جدا، وهو قدام سيره التنانين ما بيقدرش يستحمل، هو اصلا نفسه يربي واحد منهم عنده، هات لي 3 وبيطلع الفلوس. لكن اتفاجئ بريدز بيخرج سكينه وبيثبت الواد وبيقول له ده بينصب عليك. فارس اترعب وهداه بسرعه قبل ما يقتله وكان عايز يعرف ليه بيقول كده. فريدز قال له التجاره الساحليه مقفوله بقالها سنه، غير كده بيض التنانين بيكون ليه شكل وحجم مختلف عن ده تماما، يعني من الاخر ده لو مش بيض سحالي عملاقه يبقى انا ما اعرفش حاجه. وخلاص ريدز كان هيقتل الواد علشان عايز يضحك عليهم، لولا ان ارس وقفه على اخر لحظه وقال له خلاص مش عايز اشتري حاجه يلا نمشي. فريدز اخد باله انه كبر الموضوع واعتذر له علشان تخطى حدوده بالشكل ده، لكن ارس قال له بالعكس وشكره علشان هو مهتم بحمايته. لكن من جواه كان بيقول ربنا يستر، اظن لو شافني وانا بتخانق هيخرب الدنيا، علشان كده لازم اخد بالي واحنا مع بعض. المهم بعد شويه شفناهم قاعدين بياكلوا والوضع كان تمام، لكن وارس واقف مش واخد باله جه الشخص اللي كان بيراقبهم وسرق منه الفلوس اللي معاه. فريدز بسرعه راح شايله وانطلقوا ورا الحرامي وبسرعه قدروا يمسكوا البتاع اللي كان لابسه على دماغه. والمفاجاه انها طلعت بنت، وقتها كانت هي عرفت تهرب لطريق جانبي، ولما ريدز وصل لها اتفاجئ ان في 3 متجمعين حواليها، ومن غير سابق انذار راح واحد منهم ضاربها وقعها على الارض وسمعوه بيقول لها اوعي تفتكر ان زباله زيك تقدر تهرب مننا. فارس ما بقاش فاهم هم مين الناس دي وعايزين ايه منها، وقال لهم يبعدوا وما يضربوهاش. فالواد قال له انت مجنون يالا علشان تتكلم معانا كده، وكان لسه هيضربه هو كمان لكن على مين؟ ريدز مسك ايده وقال له شكلك انت اللي مجنون يالا، وبوم راح مديله ضربه في اسنانه ورماه بعيد. الاتنين اللي معاه لسه بيهاجموه راح ماسكهم مظبطهم هم كمان. بعدها ارس استخدم قوته وعرف ان البنت دي عندها قوه سحريه من الدرجه اس، يعني هي دي الشخص المناسب اللي هم بيدوروا عليه. فسالها انت كويسه، وكان عايز يعرف ايه اللي عمل فيها كده من الاول، لكن اتفاجئ بريدز رايح لها وبيقول
ويقول لها اطلعي بالمحفظه بتاعه الامير. فارس قال له يا ابني اصبر، وطلب منها تنضم ليه في الفريق، لكن ريدز رفض وقال له بس دي مجرد واحده حراميه مش هتنفع. وفضل الاتنين يتخانقوا وكل واحد فيهم برأي مختلف. فالبنت قررت تقطع كلامهم ده وقالت له لا يالا، انا مش على اخر الزمن هخدم عيل زيك. فارس من المفاجاه قال لها نعم، ليه بس بتقولي كده؟ فقالت له عندي اسبابي الخاصه، واولها ان مش بطيء اشوف العالم الغنيه اللي شبهكم كده. فارس قال لها بس انت عندك قوه سحريه كبيره جدا لازم تستغليها، وسالها ازاي يقدر يقنعها تنضم ليهم. فقالت له اولا انا ما اعرفش حاجه عن السحر ده، وثانيا انا مش مهتمه، فسيبني امشي بقى. فهو قال لها اسمعيني بس، انا متاكد انك عشتي حياه صعبه جدا علشان كده بتسرقي، لكن لو انت بقيتي معايا هوفر لك اكل ومرتب كويس، يعني من الاخر حياتك هتتغير للاحسن. فالبنت هنا اتضايقت وقالت له ما طبعا بتقول كده علشان انت مولود وفي بقك معلقه ذهب، وفاكر ان ده كان وضع طبيعي بالنسبه لك وتقدر تغير حياه الناس براحتك، لكن في الواقع ايه اللي انت عملته علشان تستحق المكانه دي؟ انا مش مهتم اكون خدامه عند اللي زيكم علشان شويه ملاليم. فارس قال لها لا، انا مش زي ما انت بتقولي، انا عايز اعمل مدينه الناس كلها تعيش فيها زي بعضها، واقدر اساعد كل المحتاجين اللي انا شفتهم النهارده في يوم من الايام. فهي قالت له ايوه في يوم من الايام، امتى بقى اليوم ده؟ انت علشان عايش في قصر مش هتقدر كلمه يوم دي بتمر على الناس هنا ازاي. الواحد فيهم مرمي في الشارع بالليل وبالنهار ما يعرفش هياكلوا امتى، حتى لو حد فيهم مات مكانه محدش هيفرق معاه اصلا، وانت دلوقتي جاي تعمل فيها بتعطف عليهم وعايز تساعدهم. وطلبت منه يمشي ويرجع للقصر بتاعه. فارس اتصدم من كلامها وما بقاش عارف يقول ايه. وهنا ريدز اتدخل تاني وقال لها هات المحفظه علشان نمشي، وفعلا خرجتها ورمتها له. لكن وقتها لاحظ ارس ان ايدها ورجليها ورقبتها عليها اثار غريبه كده. فسالها هم مين الناس اللي كانوا بيضربوكي دول؟ فقالت لهم تجار عبيد، قبضوا عليا الكلاب وانا بحاول اسرق اكل من واحد من الاغنياء من فتره، وبعدها رموني عند واحد كلب تاني من اللي بيتاجر في الناس، وعلشان قدرت اهرب منه بقوا بيلحقوني في كل حته. واكيد طبعا انتوا فاهمين ليه بيجروا ورايا، انتوا مش شايفين الجمال ولا ايه؟ فاصحابنا ادوها رياكشن اللي هو جمال. المهم انت ليه ما هربتش من المدينه خالص بما انك مطارده؟ فهي قالت له للاسف ما اقدرش. ووقتها اتفاجئ ارس بمجموعه من الاطفال جايين بيعيطوا وبيسالوها هي كانت فين ده كله. ففهم ان دول هم السبب اللي مخلينها مش عايزه تهرب وتسيبهم، ده غير انها بتسرق الاغنياء علشان تجيب لهم اكل يكفيهم. وهنا ارس قرر يصرف نظر عن موضوع انضمامها ليه، وطلب منها تاخد الفلوس دي ليها وهو مش عايز حاجه في المقابل. وفعلا بعدها اخد ريدز ورجع للبيت، وبقى عنده اصرار اكبر على هدفه، خصوصا علشان الاطفال اللي ملهمش اي ذنب دول. وقتها كان هو قاعد بيفكر مع نفسه وجه ريدز وساله بتفكر في ايه؟ للاسف العالم ده مش جميل زي ما انت كنت فاكر، انا كنت زيها كده في يوم من الايام وعارف اللي هي بتقوله، لكن انت مش شبه الاغنياء الفاسدين اللي هي بتقول عليهم دول واللي كانوا سبب في معاناتها. فارس كان متضايق لان طول عمره كان فاكر ان حياته دي حاجه عاديه وما ينفعش تتغير، لكن بعد اللي شافه النهارده ما يقدرش يزعل من اللي هي قالته عليه لانه حقيقي، لكن اللي هو زعلان علشانه بجد هو الحاله اللي وصلت لها المملكه دي، علشان كده لازم يلاقوا حل في اقرب وقت. وفجاه وهو واقف كده سمع صوت الاطفال مره تانية، لكن المره دي كانوا بيصرخوا باعلى صوت لان البنت اتخطفت تاني. فنزل بسرعه هو وريدز علشان يلحقوها. وهنا وقبل ما نكمل بدانا نعرف اكتر عن ماضي البنت دي واللي اسمها شارلوت، وشفنا ان من صغرها وهي في الشارع بالشكل ده من غير ما نعرف هي مين اهلها، وطول الوقت كانت بتشوف الاغنياء قدامها وما بتبقاش فاهمه هم ليه بيعاملوها كده. ومع مرور السنين كانت لازم تلاقي طريقه تعيش بيها وسطهم، وما لقتش طبعا غير السرقه. المهم دلوقتي ان العصابه اخدتها تاني لتاجر العبيد ونزلوا فيها ضرب من كل جهه زي الكلاب، وبالرغم من كل ده قال لهم بلاش ضرب في الوش علشان خاطر اللي هيشتريها مش عايزها مشوهه. وقتها واحد منهم شاف كيس الفلوس اللي كان ارس اداهولها واخده، لكن شارلوت قامت اخدته منه وحاولت تهرب تاني، لكن للاسف ده كان من غير فايده. فالتاجر استغرب وقال لها يا بت انت عبيطه ولا ايه؟ ليه عايزه تهربي وترجعي تاني للشارع وللجوع؟ ده انا هبيعك بيعه لوز اللوز. لكن شارلوت وقتها كان كل تفكيرها في الاطفال اللي مستنينها بره، وفجاه وهم واقفين كده لقوا الحارس بتاعهم بيتخبط في الباب بيكسره، وبيبصوا يلاقوا ريدز وصل وشكله كده هيكسر دماغهم. وبالفعل نزل فيهم ضرب واحد واحد. ولما جه ارس قال للتاجر يسيب البنت دي دلوقتي، فالتاجر خاف لما عرف انه من عيله نبيله وقال له حضرتك انتوا اللي بتشتروا العبيد دي فليه عايز نسيبها؟ فارس قال له انا بقول لك سيبها تمشي. كل ده وشارلوت مش فاهمه هو ليه بيعمل كل ده علشانها، وقالت له ما تتدخلش مع الناس دي لانهم مجرمين. فقال لها انا من يوم ما شفتك وانا بسال نفسي ليه عينك بارده بالشكل ده زي ما تكوني مش عايزه تعيشي، ولما شفت القدرات بتاعتك عرفت ان معدل الطموح عندك معدوم تقريبا، فعارف انك مش فارق معاكي تموتي ولا تعيشي. فالتاجر قال لهم تصدقوا قطعتوا قلبي، وايه بقى اخر الموضوع ده؟ فقال له اكيد مجرم زيك مش هيعرف معنى ان حد يضحي بمستقبله علشان خاطر حد،
حد. شارلوت ما كانش عندها امل في اي حاجه غير انها تطمن على الاولاد اللي بره دي. فالتاجر ضحك تاني وقال له حضرتك مستقبل ايه بس؟ دي عبده يعني تخدم صحابها. فارس قال له مش انت اللي تقول ده يا حيوان، اياك تفتكر ان ليك الحق تقول مين ليه مستقبل ومين لا. كل الكلام ده كانت سامعاه شارلوت ومش بتقول ولا حاجه. بدات تفتكر ذكرياتها زمان وبتسال نفسها هي ايه اخر مره عيطت على حاجه، لان دلوقتي هي عماله تعيط لما سمعت كلام ارس عليها. لكن دلوقتي الكلام ده ملوش لازمه، لان التاجر جمع كل الرجاله وقال لهم خلصوا عليهم وما يخرجوش من هنا. وبالفعل واحد منهم حاول يضرب شارلوت لكن ريدز لحقه ومسكه من رقبته. بعدها خرج السكاكين اللي معاه ونزل فيهم تقتيل، وحرفيا ما اخدوش في ايده دقيقه. التاجر قال لا كده مش هينفع، وندح على عيل كده شبه الجاموسه وقال له يخلص عليهم وهيديله الفلوس اللي هو عايزها. لكن قبل ما يفكر يعمل اي حاجه لقى ريدز طاير في الجو ونازل عليه. حاول الواد يضربه تاني لكن صاحبنا كمل عليه ورماه في الارض. فشارلوت ما كانتش عارفه هم مين الناس دي وازاي هم اقوياء كده. لكن اللي فاجئها اكتر ان ارس رايح يدي للتاجر فلوس وبيقول له انه هيشتريها. وبالفعل التاجر قال اخد الفلوس احسن بدل ما اخد على دماغي من الواد ده. بعدها ارس مدلها ايده وقال لها يلا بينا علشان الاطفال مستنيينك. وبالفعل راحت معاهم، لكن في البدايه قالت له في مكان كده عايز اشوفه الاول. فارس قال لها ماشي، وفضل ماشي وراها كل المسافه دي لحد ما نفسه اتقطع. ولما وصل اتفاجئ انها واخداه لقمه عاليه هي متعوده تجيلها. وقالت له انا كل يوم باجي هنا اتفرج على جمال المدينه بعيد عن اللي فيها، ولما سمعت اللي انت قلته على المدينه الجميله اللي انت عايز تعملها كنت عايز اعرف اشمعنى يعني. فارس اتوتر وقال لها علشان بحب الاطفال. فقالت له ازاي يعني، هو مش انت طفل برضه؟ قال لها ايوه بس برضه انا بحب افرحهم يعني. المهم سيبك من الكلام ده، موافقه انك تنضم لفريقي ولا لا؟ فقالت له ايوه موافقه، انا عايز اشوفهم مبسوطين في المدينه الجديده اللي انت عايز تعملها، علشان كده انا معاك. فريدز قال لها تمام، لكن في الاول بقى لازم نختبر قوتك. سلمها تميمه سحريه كده وقال لها دي اللي هتعرفنا هل بتمتلكي قوه سحريه ولا لا. وفعلا شارلوت لبستها وقالت هحاول، بالرغم انها كانت اول مره ليها. لكن المفاجاه انها خرجت نار قويه جدا اتسببت في انفجار اتسمع في المدينه كلها. وطبعا اصحابنا فضلوا فاتحين بقهم ومش مصدقين اللي هم شافوه ده. بعدها رجعوا للمدينه علشان شارلوت تودع الاطفال، وقالت لهم انها كل شهر هتبعت لهم الفلوس اللي هي هتاخدها. المهم دلوقتي هل والد ارس هيوافق عليها ولا هيرفض زي كل مره؟ فريدز قال له والله بشكلها وطريقه اكلها وكلامها دي مستحيل يوافق. فارس قال له بس استنى انا هتصرف. ولما وصلوا للقصر قال له شارلوت عندها قوه كبيره. فقال له لا مرفوض. فارس قال كنت عارف انك هتقول كده، وري له يا بت القوه اللي عندك. وفعلا شارلوت كانت هتفجر له القصر باللي فيه لحد ما قال خلاص موافق. وبكده ارس يكون ضم تاني فرد معاه في مجموعته. ومع مرور الايام بدا اعضاء الفريق يندمجوا مع الجيش ويحاربوا معاهم، وخصوصا ان الوضع بدا يتوتر بينهم وبين المقاطعه اللي على حدودهم، واللي بالمناسبه اسمها سيدز. علشان كده قرر حاكم المقاطعه يبعت جيش ريفن يواجههم. وهم حاليا لسه راجعين من هناك بعد ما عملوا شغل جامد جدا. واللي ابهرتهم اكتر كانت شارلوت وقوتها السحريه اللي تطورت جدا برضه، وبقى معاهم مجموعه من اقوى السحره في المملكه كلها. كمان ارس بقى عنده اخوات توأم جداد، والواضح ان الدنيا بدات تبقى تمام شويه بشويه. وقتها ريدز نده عليه علشان اكتشفوا مواهب جديده ممكن يستفيدوا منها، علشان كده عايز يجي معاه دلوقتي. فارس اتحمس وقال له يلا بينا على هناك. وفي طريقهم قابلوا شارلوت واخدوها معاهم، بالرغم ان ريدز كان مخنوق منها لانها دايما معطلاهم كده. المهم عرفوا ان الشباب اللي هم رايحين لهم دول صيادين ممكن يفيدوهم في الجيش، وما اخدوش وقت طويل علشان يشوفوا موهبتهم فعلا لما شافوهم بيصطادوا قدامهم. وفعلا وقف يتكلم معاهم وعرض عليهم الفكره بعد ما شاف قوتهم بالمهاره الخاصه بتاعته. ولما وصل لبيتهم وعرف ان والدهم موجود وهو المسؤول عنهم طلب منه يوافق انهم ينضموا للجيش علشان هو شايفهم موهوبين. فالراجل اول ما سمع كده قال له طبعا ده حلمنا من زمان، وكان واضح انهم متحمسين جدا للفكره. وعرف ارس كمان ان عنده طفل ثالث لكنه عبيط، فقال له سيبك منه. فارس استغرب لانه اول مره يعرف بحاجه زي كده، ولسه هيسالوا عليه لقيت كده طالعه من تحت الترابيزه بتاخد اكل من قدامهم، وعرف ان ده هو روسل ابنه الثالث. وقتها ابوه اتعصب وقال له ايه اللي انت بتعمله ده قدام الامير، وفضل يزعق له. فالواد كان واضح عليه انه خجول واعتذر لهم وكان عايز يمشي. لكن فجاه لقوا ارس بيرمي البتاع اللي هو بيشربه ده لما شاف القوه اللي الواد ده بيمتلكها، مهاره في الابداع والتخطيط عمره ما شاف زيها قبل كده. فندح على ابوه وقال له انت ازاي بتقول عليه عبيط، انا عايزه معايا في
الفريق برضه. فالاب اتصدم وقال له صدقني مش هتستفيد منه وهيعمل لك مشاكل بس فبلاش. لكن ارس قال له لا، ونزل يتكلم مع روسل وعرفه انه عايز يروح معاه للقصر وهو هيخليه محارب قوي. فالواد لسه بيرفع عينه يبص لهم، راحت عينه مدمعه وتخيلهم بالشكل المرعب ده، وافتكر انهم عايزين يحولوه الخادم ليهم غصب عنه. فقال لهم لا مش موافق حتى لو اخر يوم في عمري، وسابهم ودخل اوضته تاني. فالاب قال لهم مش قلت لكم؟ للاسف بعد موت امه من 2 وهو في الحاله دي لدرجه ان خلاص فقدت الامل فيه. فارس فضل فاتح بقه من الصدمه علشان كل لما يتكلم مع حد يرفض. فالاب اعتذر له تاني وقال له صدقني انا عارف انه مش هيفيدك، فالاحسن انك تعتمد على اخواته الاتنين. فارس قال له رسل قوته مختلفه عنهم، هو صحيح ما يقدرش يحارب ولا يصطاد زيهم لكن عنده قدره مرعبه في التخطيط هو نفسه ما يعرفش حاجه عنها، علشان كده لازم نلاقي طريقه نقنعه علشان نستغلها. وده اللي خلاه يقرر يدخل تاني بنفسه ويحاول معاه. لكن الواد اول ما شافه راح ماسك الكتاب اللي معاه وطلع يجري بسرعه. فارس طمنه انه مش عايز حاجه منه وساله انت بتحب الكتب؟ انا عندي مكتبه كبيره جدا ممكن تيجي تشوفها لو عايز، خصوصا لما عرف ان الكتاب ده كان بتاع امه اللي ماتت فاكيد هيوافق على عرضه. فرسل في البدايه كان لسه مقلق منه لكن قال له ماشي في الاخر. وبالفعل ارس اخده للقصر وعرفه على باقي اعضاء الفريق. بعدها وراله المكتبه وقال له عيش حياتك بقى، تقدر تقرا كل الكتب دي لحد ما ارجع لك. وفعلا بعد شويه رجع لقى واقع على الارض وسطهم وهو رايح في النوم. لكن ريدز طمنه انه كويس، هو من كتر المعلومات بس اللي عرفها وقع على الارض. فارس شاف قوته وعرف انها بتزيد بسرعه جدا، واتفاجئ اكتر لما عرف من اخواته انه ما كانش بيعرف يقرا اصلا، ده بعد ما امه ماتت فضل هو يحاول يقرا زيها بالظبط لحد ما اتعلم. فارس قال لا ده الواد ده عبقري بقى، يعني هو كمان اللي علم نفسه بنفسه من الصفر. وصمم انه لازم يقنع ابوه انه ينضم ليهم باي طريقه. علشان كده اخده للغابه تاني يوم وقال له يستخدم ذكائه في الصيد ويوريهم. روسل فكر شويه وقال له انه عايز يعمل مصيده، وفعلا بعدها وبمساعده اخواته عرف يعملها ونجحت فعلا انها توقع عدد كبير من الحيوانات. ولما ابوه شافها ما كانش مصدق ان روسل هو اللي عمل كل ده، غير كده هو عملها علشان يصطاد الحيوانات الكبيره بس وفي مكان للصغيرين يخرجوا منه. فالباقيين كانوا مستنيين ان الاب يقول حاجه لروسل والمصيده اللي عملها، لكن اتفاجئوا انه سكت كده شويه وعرفهم ان هم الثلاثه برضه هيروحوا مع ارس. وبالرغم ان دي كانت الحاجه اللي هم عايزينها من الاول لكن روسل ما كانش عايز كده، وفكر في فكره المصيده دي علشان يساعد ابوه ويفضل معاه. لكن بعد ما لقى منه ردة الفعل دي اتاكد انه بيكرهه ومش عايزه يعيش معاه هنا. فارس ما كانش متخيل ان الوضع هيتقلب بالشكل ده، وحاليا روسل مش عايز ينضم له. وبالليل شفناه في اوضته بيفكر في اللي حصل وبيقول ان ابوه بيكرهه علشان هو كان السبب في موت امه بعد ما ولدته، علشان كده من وقتها وهو طريقته اتغيرت معاه وبقى شايفه مختلف عن اخواته. لكن فجأة وهو قاعد كده سمع صوتهم طالعين على السطح وسمعهم بيتكلموا مع ابوهم وبيسالوه هو ليه قال كده الرسل النهارده. فقال لهم ما تفتكروش ان ما انبهرتش بالمصيده اللي هو عملها، انا من المفاجاه ما كنتش فاهم هو ليه بيعمل كل ده علشاني، وانا اللي طول عمري بقول عليه فاشل، لكن واضح ان انا اللي كنت غلطان من الاول. علشان كده عايزه يروح في مكان يقدر يخرج فيه قوته الحقيقيه، وده اللي خلاني ازعق له النهارده علشان يمشي ويسيبني. فروسل كان سامع كل ده وعرف ان ابوه مش بيكرهه ولا حاجه، علشان كده قرر تاني يوم يجهز ويروح مع ارس بعد ما طبعا ودع ابوه وعرفه انه هيتعلم ويبقى جاهز ويرجع علشان يعرفه انه بقى فارس قوي. فارس قال يا سبحان الله اللي يشوفهم دلوقتي ما يشوفهمش امبارح وهم بيتخانقوا. لكن المفاجاه اللي بطلنا ما كانش عامل حسابها لما رجع للبيت واتفاجئ ان والده مريض جدا، كمان علشان المصايب بتيجي ورا بعضها حاكم مقاطعه ميسان هو كمان مات، وعياله الاتنين الدنيا والعه ما بينهم علشان الحكم. كمان لقوا وصيه للحاكم قبل ما يموت كان كاتب فيها وبيقول ان ابنه الصغير هو اللي يحكم. فالتاني قال له لا ده انت زورتها، والدنيا ولعت اكتر، ودلوقتي المقاطعه اتقسمت نصين وكل واحد فيهم معاه جيش بيسانده. وطبعا دي فرصه ما تتفوتش لمقاطعه سيدز اللي جنبهم، واللي اول ما سمعت الاخبار دي بدات تهاجمهم من على الحدود، والوضع بقى دمار. وحاليا لو حصل حاجه لازم والد ارس يشارك بجيشه، وده صعب في حالته دي. ولما ارس عرض عليه يشارك هو بالجيش قال له لا طبعا، وكان شايفه لسه صغير ومش جاهز لخطوه زي دي، لكن جاهز انه يخطب. ايوه زي ما بقول لكم كده، ابوه قال له جهز نفسك لان خطيبتك جايه النهارده. فارس قال له نعم يعني ايه خطيبتك جايه ومين دي اصلا؟ فابوه قال له شكل كده نسيت اقول لك اهو اللي حصل بقى. فيا عين الواد فضل فاتح بقه من الهبل اللي بيحصل، بيخطبوا له وهو عنده 11 سنه لسه. المهم انه راح للباقيين وقال لهم الحقوا المصيبه اللي انا فيها، ابويا بيقول لي انا خطبت لك وهي جايه دلوقتي. وفعلا وقتها شفنا موكب كده وصل عند القصر ونزلت منه بنت اسمها ليشيا، وهي دي بقى خطيبه صاحبنا اللي وقتها كان واقف مهنج مش عارف هو بيحلم ولا ايه. وبسرعه شاف
القوة بتاعتها لقاها مش سهلة اطلاقا، طموحها عالي جدا بشكل غريب. فبدأ يفكر مع نفسه بقى ويقول يا ترى البت دي عايزة ايه؟ هل ممكن تكون بتفكر تاخد مكاني وتسيطر هي على المقاطعة؟ طب وانا هروح ابيع رز بلبن ولا ايه؟ كل ده طبعا كان عمال يفكر فيه، والبنت واقفة مش فاهمة حاجة وسألته هو في حاجة على وشها؟ فالخادم بتاعها قال لها لا ده اكيد انبهر من جمالك. فالتانية فرحت وصدقت الموضوع هي كمان. المهم أرس أخدها وبدأ يفرجها على القصر ويعرفها على الموجودين. كل ده وأرس بيقول لنفسه أنا مش هقع في الفخ بتاعها، عايزة تضحك عليا بجمالها وفي الآخر هوب ألاقي نفسي في الشارع. لكن برضه فضل يتعامل معاها بشكل لطيف علشان ما تتضايقش. وقتها كانوا هما بيتغدوا مع بعض وكانت هي عايزة تخرج تتمشى في المدينة شوية، لكن حاليا مش هينفع علشان الجو وحش جدا. فهي قالت له لا دي سهلة. ومرة واحدة لقى الجو بقى تمام قوي والشمس طلعت. فقال لها ايه ده، هو انت بتقدري تتحكمي في الطقس ولا ايه؟ فليشيا قالت له لا انا بس كنت عارفه انه هيتحسن في الوقت ده، فيلا بينا نخرج نتمشى. كل ده وارس كان مصدوم وحاسس ان البنت دي في حاجه هي مخبياها ومش طبيعيه، لكنه وافق يخرجها وبدا يعرف الناس عليها بصفتها خطيبته. وده اللي خلى اهل البلد يحبوها زي ما بيحبوه. الا اتنين كده سابوا كل ايام الاسبوع وجايين يتخانقوا مع بعض دلوقتي. فارس قال انا لازم احل المشكله دي بسرعه بدل ما تقول عليا فاشل ومش هنفع للحكم. وقتها اكيد هتاخد هي كل حاجه. فلسه هيتدخل لقى شارلوت جايه وبتقول له واضح انك واقع في مشكله، ايه رايك احلها انا؟ وكانت عامله تعويذه كده في ايدها. فهو قال لها لا يخرب بيتك هتموتيهم. وجات ليشيا وطلبت منهم ان هي اللي تتصرف. فارس استغرب شويه لكن قال لها ماشي اما نشوف. وفعلا ليشيا اول ما كلمتهم راح الاتنين ساكتين ووقفوا يسمعوا لها. مش بس كده دي كمان حلت لهم المشكله اللي هم بيتخانقوا علشانها بخصوص التجاره اللي بينهم، وعرفتهم ان مدينتها ممكن تشتري منهم بسعر اعلى لو حابين. والموضوع خلص بكل سهوله. ده حتى ارس لو كان اتدخل بينهم ما كانش هيعرف يحل الحوار بسهوله كده. وكمان البت طلعت اصيله والله وقالت لهم ان ارس هو اللي قال لها على الفكره دي علشان يشكروه هو. صاحبنا الغبي بقى يفهم انها بتعمل كل ده علشان يعجب بيها ويشوفها لطيفه؟ ابدا. فضل طول اليوم عامل فيها عبيط ومش راضي يقول حاجه. حتى وهم مروحين سالته هو ايه نوع البنات اللي هو بيحبها، لكن هو طبعا كان مستنيها تقول له انها عايزه تقتله وتاخد الحكم والشغل ده، ولا تقول له تنازل بدل ما نفيك مثلا لجزيره في البحر. لكن سؤال عادي زي ده خلاه واقف مش عارف يتكلم. وبعد ما فكر شويه قال لها انا بحب الناس اللي بتقول لي على اللي في قلبها كله ومش بتخبي. وكان منتظر انها تعترف بخطتها الشيطانيه بقى، لكن لها بتقول له تمام ماشي فهمت. ورجعت للقصر بكل هدوء. اول مره اعرف انك ذكي كده يا ارس. المهم انهم كانوا عاملين احتفال بمناسبه الخطوبه وقضوا باقي اليوم مع بعض والكل كان مبسوط. بعدها دخل ارس اوضته علشان هيموت وينام، ولسه هيطلع على السرير لقاها في وشه. فالواد اترعب من المفاجاه وقال لها ايه يا استاذ انت ايه فكرتك عن كلمه خطوبه؟ بتعملي ايه هنا؟ فقالت له لا انا قصدي اجي هنا علشان اعمل لك مفاجاه واشوفك مصدوم كده. فقال لها برضه مش فاهم عايزه ايه. قالت له انت قلت واحنا راجعين انك بتحب اللي الشخص اللي قدامك يتكلم بصراحه وما يخبيش حاجه، علشان كده جيت لك دلوقتي. فارس قال اعمل يا ابن الشاي شكلها لسه هترغي، ها اتفضلي قولي اللي عندك. فسالته من الاخر كده هو شايفها ازاي. فصاحبنا اتصدم وقال ليه السؤال ده دلوقتي بالذات يعني؟ اهرب منين بس يا جدعان؟ فليشيا اعترفت له ان عندها قوه خاصه بتخليها تعرف اللي قدامها بيفكر في ايه، وعارفه ان هو من اول ما شافها وهو شاكك فيها. حاولت تغير الشعور ده لما خرجوا مع بعض النهارده، لكن برضه الوضع فضل زي ما هو. علشان كده كانت عايزه تعرف السبب. فهو قال لها على القدره الخاصه اللي عنده هو كمان، وعرفها انه شاف طموحها عالي جدا. علشان كده كان قلقان انها بتخطط لحاجه وكل تحركاتها دي محسوبه. كمان هو عارف انها ممكن ما تصدقهوش لكنه قرر يقول لها وخلاص. فهي قالت له لا بالعكس انا مصدقاك، قوتك دي حاجه مميزه فعلا. وعرفته انها بالفعل عندها طموح كبير لكن طموحها ان هو يحبها. فارس فضل باصص لها اللي هو مين الكلام ده ليا ولا لحد تاني؟ فالبنت اتحرجت لانه الغبي فضل مبحلق لها ومش راضي يتكلم، لكن من جواه كان بيقول هي دي خطتها بقى اللي انا طالع عيني علشان اعرفها. وقال فعلا العائلات الكبيره في المقاطعه هنا بيبقى حلمهم ان بناتهم يتجوزوا من العيله الحاكمه، لكن ما كانش فاهم اشمعنى هو يعني، خصوصا ان المنطقه بتاعتهم صغيره بالنسبه لباقي المقاطعه. فهي قالت له انها فكرت في الموضوع ده في البدايه وكانت مقرره لو ارس ما طلعش قد المسؤوليه ومش هيقدر يبقى مسؤول عن المنطقه بتاعته وقتها هي هتفسخ الخطوبه دي. لكن بعد اليوم اللي قضوه مع بعض وردة فعل الناس لما شافوهم مع بعض قررت انهم هيتجوزوا لما يجي الوقت المناسب. واعترفت له ان هي كمان بتحبه زيهم. فارس وشه قلب الوان وما بقاش عارف يقول كلمتين على بعض، وفي الاخر قال لها شكرا. فالبنت هي كمان اتكسفت ورجعت لاوضتها بسرعه. وفضل هو يتنطط ويقول يا غبي بقى مش عارف ترد غير بشكرا. واحده تقول لك بحبك انت تقول لها شكرا؟ لكن قال على الاقل عرفت
عرفت انها مش بتخطط لحاجة. المهم اليوم خلص بعد جرعة التلزيق اللي احنا اخدناها دي، وتاني يوم ليشيا ركبت في الموكب علشان ترجع لبيتها، وخلاص بكده تكون الخطوبة تمت والكل موافق عليها. وفي طريقها كانت عمالة تفتكر في الناس اللي من الطبقة الغنية دول واللي طول عمرها بتكرههم، وبالرغم انها من صغرها وهم مخططين انها تتجوز في العيلة الحاكمة، لكنها ما كانتش متحمسة للخطوة دي. لكن طبعا بعد ما شافت صاحبنا الموكوس غيرت رأيها وبقت شايفاه شخص لطيف مش زيهم. اهل المدينة كلهم بيحبوه وهو عايز يساعدهم ويخلي حياتهم احسن، علشان كده قالت انها لازم تكون جزء في العالم بتاعه ده، وده اللي خلاها تعترف له باللي في قلبها. ومع مرور الايام شفنا ان هي وارس بقوا بيتواصلوا مع بعض عن طريق الرسائل، وطلب منها يتقابلوا تاني في اقرب وقت. كمان وصلت لهم اخبار ان الدنيا بدأت تهدى مؤقتا بين المقاطعات، وكمان ابوه حالته بدأت تتحسن شوية، لكن برضه هم عارفين ان الهدوء ده مش هيطول كتير فلازم يستعدوا. وفعلا علشان حظه الزفت عرف ان ابوه حالته رجعت تتدهور تاني اكتر من الاول. ده غير انهم لازم يستعدوا لان في خبر انتشر النهارده هيولع الدنيا اكتر. حاكم المقاطعة ما ماتش بطريقة عادية، ده اتقتل، واللي قتله رمى نفسه من مكان عالي قبل ما يقدروا يعرفوا مين امره يعمل كده. وده معناه ان الحرب بين عياله الاتنين خلاص هتبدأ في اي وقت، فلازم يستعدوا. ولما ريفن عرف قال لهم ان الوضع كده وصل للنهاية ولازم نختار، يا اما نكون مع الابن الكبير الاحق بالحكم او الصغير اللي اسمه في الوصية. وعرفهم ان مقاطعة كناري اكيد هتختار الابن الاكبر اللي اسمه كوران، واحنا برضه هنعمل كده. وامر ريدز انه يجهز الجيش كله في خلال الكام يوم الجايين دول تحسبا لاي حاجة. لكن المشكلة حاليا في حالته الصحية اللي مش مخلياه يقدر يتحرك من السرير حتى مش يحارب. وفي نفس الوقت وصلت لهم رسالة من اللورد لومير حاكم منطقة كناري بيقول لهم فيها انهم لازم يتجمعوا بعد 3 ايام علشان يجهزوا. فريدز قال له خلاص انا وشارلوت اللي هنقود الجيش بدل الحاكم، لكن ارس قال له لا، المرة دي انا اللي هكون القائد. على الجانب الاخر شفنا ليشيا واقفة بتفكر في اللي هيحصل وقلقانة، خصوصا ان ارس بقاله فترة مش بيكلمها ولا بيبعت لها رسائل. المهم اصحابنا بعد 3 ايام راحوا لقلعة مقاطعة كناري علشان يقابلوا الحاكم، وتفاجئوا انهم مشهورين هناك بعد الحروب اللي هم شاركوا فيها. المهم لما دخلوا قابلوا رينارد مساعد لومير، واللي قال لهم ان الحاكم مستنيهم في اوضه الاجتماعات، وشاف ارس ان قوته ما تدلش انه مجرد مساعد عادي واكيد ليه ادوار تانية في المقاطعه. ولما وصلوا لاوضه الاجتماعات شاف 2 موجودين فعرف بنفسه قبل ما يدخل، لكن اتفاجئ ان محدش فيهم رد عليه، فقال يا دي الاحراج ده، ودخل بهدوء قعد مكانه وهو ساكت. لكن استغرب هو الراجل التخين ده بيبص له كده ليه وهو متعصب. وقتها وصل لومير فقاموا كلهم علشان يحيوه، هو شكرهم علشان حضروا الاجتماع ده. بعدها عرفهم على الوضع اللي حاصل دلوقتي في المملكة والحرب اللي على وشك انها تبدأ بين ولاد الحاكم، علشان كده قرر انه هيدعم كوران الابن الاكبر، فلو حد عنده اعتراض يقدر يقول له دلوقتي. فارس والباقيين قالوا له لا مفيش اعتراض، واتفقوا انهم يجهزوا باقي الجيوش ويزودوا التدريبات على قد ما يقدروا علشان يكونوا جاهزين لاي مفاجأة. وقبل ما يمشي لومير راح لارس مخصوص وقال له انه سمع كتير عن الجيش القوي اللي هو جهزه، ومتحمس انه يشارك في الحرب مع المنطقة بتاعته، وعنده توقعات كتير حلوة لعيلة لوفنت لما يبقى ارس القائد بتاعها. فارس فرح وقال له اعتمد عليا وما تقلقش من حاجة. بعدها كانوا خلاص ماشيين، لكن لقى الراجل التخين بينده عليه وبيقول له استنى، فقال يا لهوي الراجل ده عايز ايه؟ لكن الصدمة لما عرف هو مين ده هو حاكم منطقة بليد وابو ليشيا خطيبته. فارس اتلخبط كده وقال له في مشكلة ولا ايه؟ ليشيا كويسة؟ فقال له لا، البنت مكتئبة بقالها فترة علشان انت مش بتبعت لها رسائل وكل ده بسببك. فقال ايوه اكيد هي قلقانة علشان بقالي فترة ما ببعت لهاش حاجة. وقال له صدقني اول ما ارجع هبعت لها على طول، انت عارف الفترة الاخيرة كانت عاملة ازاي. فقال له بقول لك ايه، البت اللي حيلتي لو زعلتها انا ممكن اقتلك، من اليوم اللي شافتك فيه وهي ما بقتش مركزة في حاجة وكل تفكيرها بقى فيك انت. احنا ما صدقنا غيرنا نفسيتها من المشاكل اللي كانت بتشوفها من الناس اللي قدامها، تقوم انت تيجي تخليها ترجع تاني للحالة اللي كانت فيها. فارس قال له لا صدقني انا فاهم قصدك طبعا وعايزك تطمن خالص. ولما رجع للقصر راح عرف ابوه بالدعوة اللي لومير بعتها دي والاتفاق اللي حصل بينهم، واتفاجئ ان ابوه مش بيتضايق، ده بالعكس كان مبسوط لان ارس خلاص ما بقاش طفل صغير وبقى يقدر يعتمد عليه. كمان رجع لاوضته كتب رسالة لليشيا وقال لها سلمي لي على الحاج، قابلته النهارده وكان هيطلع عيني لكن ربنا ستر، وطمنها انهم هيشاركوا في الحرب مع بعض. بعدها نزل يتمرن هو وريدز زي باقي الجنود علشان يبقوا جاهزين، وخصوصا ان ارس لسه ما عندهوش ثقة كاملة من جواه انه يقدر يكون قائد الجيش. ريدز وشارلوت معاه ايوه، لكن عارف ان ابوه مش هيسمح له يشارك غير لما يشوفه هو نفسه جاهز، علشان كده قرر يضغط على نفسه في الفترة دي لحد ما يبقى جاهز. لكن المفاجأة انه لقى لوسير جاي بيجري وجايب له رسالة من لومير وبيقول لهم فيها انهم لازم يجمعوا الجيش ويتجهوا لساعة المعركة حالا، المقاطعة اللي جنبهم
حربهم بدأت بالفعل هجومها وخلاص قربت تحتل أول منطقة من عندنا. فأرس ملقاش حل قدامه غير إن هو بنفسه يأمرهم يجمعوا القوات ويكون هو القائد بتاعهم. أبوه حالته دلوقتي مش هتسمح إنه يشارك، فوقف هو وأصحابه قدام الجنود وعرفهم بالخطة. لكن فجأة لقى أبوه وصل وبيقول له أنا مش هقدر أسيبك تشارك في المعركة دي، أنا اللي هروح. فأرس قال له بس أنت مش هتقدر وأنت في الحالة دي، وبعدين أنا هيكون معايا ريدز وشارلوت فما تقلقش عليا. فالأب قال له المشكلة مش في كده، لكن أنت لسه ما ينفعش تكون محارب يا أرس. فأرس كان مصدوم ومش فاهم هو ليه بيقول كده وإيه قصده. وهنا الأب نده على الحرس وقال لهم هاتوا الواد اللي من الزنزانة. وقتها الحرس جابوا مجرم خطير محكوم عليه بالإعدام في قضايا كتير منها قتل وسرقة وحاجات كتير، وبسبب مرض الحاكم ما قدرش ينفذ الحكم عليه من كام يوم. لكن اللي فاجئ أرس هو التحدي ده. الأب قال له لو قدرت تشوف تنفيذ الحكم هخليك أنت تقود الجيش بنفسك. فأرس فضل ساكت ومش عارف يقول إيه. حرفيا عمره ما شاف حد بيتقتل قدامه، ومن المفاجأة ما كانش قادر يتحرك. الحرس جابوا الفاس اللي هينفذوا بيه وفي أقل من كام ثانية راحوا مخلصين عليه قدام عينه. فالواد حرفيا أول ما شاف المنظر راح واقع على الأرض وجايب كل اللي في بطنه. فأبوه قال له علشان كده ما اقدرش اخليك تشارك في الحرب، انت لسه مش قادر تشوف واحد بيموت قدامك فمش هتقدر انك تقتل حد. بعدها أخد الجنود وانطلقوا، حتى أصحاب أرس أمرهم يتحركوا هم كمان ورفض يخلوهم يطمنوا عليه. وقتها هو فضل يعيط على اللي هو فيه ده وإنه فشل في الاختبار ولسه برضه مش قادر يكون جاهز. وعلى الجانب الآخر شفنا الجيش وصل للحدود وبدأت الحرب اللي كانت قوية جدا. ريفن وريدز نزلوا تقتيل في كل اللي قابلهم، بالإضافة لقوة شارلوت اللي غيرت مجرى الأحداث لصالحهم. وبالرغم إن ريفن كانت حالته صعبة جدا وبدأ الدم يخرج من بقه، لكنه قرر يكمل، وبسبب إصرارهم ده عرفوا يخلصوا على نص جيش العدو حرفيا وخلوهم يرجعوا تاني للحدود بتاعتهم. وبعد مرور أسابيع على الحملة العسكرية دي رجع ريفن، لكن كان خلاص كان واضح إن المرض تمكن منه بشكل كبير وحياته بقت مش مضمونة. دخل لأوضته يرتاح شوية وجه أرس يطمن عليه، لكن كان واضح من ردة فعل ريدز إن حياته في خطر. فأرس اتضايق وكان مشايل نفسه الذنب كله لأنه ما قدرش يكون جاهز. لكن أصحابنا قالوا له إن هو ملوش ذنب في اللي حصل ده، الحاكم كده كده كان مريض وحالته خطيرة. فأرس شكرهم على اللي هم عملوه ورجع علشان يكمل تدريب، وده اللي كان مخوف أصحابه لأنهم حاسين إنه متغير في الفترة الأخيرة. وفعلا من كمية التدريب اللي شفنا أرس بيعملها كان واضح إنه مش قادر يسامح نفسه. في نفس الوقت وصلت ليشيا علشان تطمن عليه وفضلت تتحايل عليهم علشان يقولوا لها إيه اللي بيحصل. فريدز حكى لها على كل اللي حصل من البداية وعرفها أرس فين دلوقتي، ولما راحت تشوفه لقيته لسه بيتدرب حتى في وقت متأخر زي ده ومش راضي يوقف. فما رضيتش تتكلم معاه وسابته ورجعت للقصر. لكن قبل ما يمشوا الخدم قالوا لهم ان الحاكم فاق اخيرا وعايزكم بسرعه، لكن بشرط ان أرس ما يكونش معاكم. فالتلاتة راحوا بسرعه على هناك، لكن اللي هم استغربوه هي طريقه الحاكم معاهم المره دي، لانهم اول مره يشوفوه بيتكلم كأب مش حاكم المقاطعه. في البدايه عرفهم انه خلاص قدامه وقت بسيط وهيموت، وقال لهم انه صحيح ما كانش متحمس اول ما شافهم، لكن مع الوقت عرف ان المقاطعه دي ما ينفعش تكمل من غيرهم، علشان كده طلب منهم يفضلوا جنب أرس لحد ما يبقى جاهز. فأصحابنا فضلوا يفتكروا أول مرة شافوا أرس فيها والتغيير اللي ضافوا لحياتهم، علشان كده وعدوه إنهم هيفضلوا جنبه لحد ما يحققوا الحلم بتاعه. وقبل ما يمشوا ريفن طلب منهم يدخلوا ليشيا علشان يتكلم معاها، وزي ما قال لريدز واللي معاه طلب من ليشيا تخليها مع أرس علشان هو هيطمن لما يكبروا مع بعض. وبالإضافة إنه بدأ يحكي لها عن أول مرة شافها فيها وإن هو بنفسه اللي طلب يخطبها لأرس، بالرغم إنه ما كانش يعرف حاجة عن الموضوع ده. لكن في النهاية ريفن اطمن لما اتأكد إنها بتحبه ومش هتسيبه، وعندها ثقة إنه هيجي يوم ويشوفه في المكان اللي هو بيتمناها. وأخيرا بعد ما خلص كلامه معاهم الأربعة طلب منهم ينادوا أرس، وشوية بشوية بدأ أصحابنا يتأكدوا إن حياة ريفن مش فاضل لها كتير وتنتهي. بعد شوية وصل أرس وكان معاه أدوية كتير كان شغال عليها بقاله كام يوم، وقال له إنها أكيد هتخفف الأعراض شوية. فريفن فرح لأن أرس فعلا ما بقاش طفل صغير زي ما هو بيقول دايما. بدأ بعدها يحكي له عن حياته وهو صغير وأول مرة انضم فيها للجيش والتفاصيل دي كلها، وكان واضح إن ريفن عايز يحكي كل اللي في قلبه قبل ما يموت. وبالرغم إن أرس كان بيتقطع وهو بيسمع الكلام ده، لكنهم فضلوا هما الاتنين يتكلموا طول الليل. وللأسف تاني يوم مات ريفن وحضر أهل المقاطعة مراسم الجنازة بتاعته، وكان واضح إنهم زعلانين عليه لأنه كان شخص محبوب بينهم. لكن حاليا أرس بدأ يتكلم وعرفهم بآخر كلام والده قاله ليه بإنه يهتم بيهم وبأمور حياتهم، وهو متأكد إن كلهم هيقفوا في ظهره ومش هيخذلوه. وفعلا الناس بدأت تدعمه ورحبوا بيه كحاكم المقاطعة الجديد وكبير عيلة لوفنت. وبعد مرور 3 شهور شفنا أرس بيزور قبر والده وبيتكلم معاه وبيقول له إن الأوضاع كلها ماشية
ماشية تمام وأصحابه واقفين جنبه وبيساعدوه زي ما هو كان بيتمنى. بعدها انطلقوا لمدينة كناري لأن عندهم اجتماع دلوقتي مع لومير. وبعد ما أخدوا دقيقة كده حداد على ريفن، بدأ لومير يتكلم وقال لهم من النهاردة أرس هو الحاكم الجديد بدل أبوه، وطبعا كلنا مستنيينه يكون قد المسؤولية الكبيرة دي. لكن حاليا لازم أعرفكم الصراع اللي احنا فيه وصل لحد فين. دلوقتي ابن الحاكم الكبير كوران قدر يجمع جيش قوي من ضمن القوات بتاعتنا، لكن في نفس الوقت الأخ الصغير معاه عدد كبير برضه، ممكن يكون أكتر مننا، لكن احنا بنتميز عليه بأننا مسيطرين على مدينة سمبلار التجارية. يعني من الآخر الاقتصاد والموارد كلها تحت إيدينا. المشكلة حاليا في مين هيقدر يقنع أكتر مقاطعات تنضم ليه في الحرب دي علشان يقدر يسيطر. وتحديدا الكلام هنا متركز حوالين مقاطعة اسمها بيرنا. الحاكم بتاعها لسه مش راضي يحدد موقفه من الحرب بالرغم ان جيشه صغير جدا، لكن موقع المقاطعة المميز هو اللي مخلي ان صعب علينا نهاجمها، وفي نفس الوقت ما نقدرش نعدي منها ونهاجم الاخ الاصغر لان وقتها ممكن يغدروا بينا. فلومير قال لهم بالظبط كده، وعلشان الاسباب دي قررت اننا لازم نحتلها قبلهم. وسالهم مين معترض، فارس قال له انا عندي راي تاني، خطه تخلينا نعرف هم عايزين ايه قبل ما نحاربهم. في الوقت ده نرجع في الزمن قبل 4 أيام، وتحديدا ارس هو بيتكلم مع روسل في الموضوع ده، وشفنا ان ارس كان سابقهم بخطوه وعارف ان مقاطعه بيرنا فيها حاجه مش مفهومه. روسل قال له وقتها مش غريبه انهم يكونوا مكشوفين لينا بالشكل ده وعارفين اننا ممكن نحتلهم، بس في نفس الوقت عادي مش قلقانين، علشان كده احنا ما نقدرش نهاجم من غير ما نعرف الحكايه، والا وقتها ممكن نقع في مشاكل احنا مش عاملين حسابها. فكلهم قالوا فعلا كلام روسل مظبوط. علشان كده ريدز قال لهم الحل اننا نبعت مرتزقه هناك يعرفوا لنا ايه اللي بيحصل، وتحديدا فريق مرتزقه اسمه شادو يقدر يجمع اي معلومات انت عايزها في اسرع وقت. فارس قال له اكيد طبعا اعمل كده، وانا يوم الاجتماع هطلب منهم ان احنا اللي نتعامل مع الموضوع ده. وفعلا في الوقت الحالي ارس قال لهم يسيبوا الموضوع ده تحت تصرفه وهو هيحله. فلومير فكر شويه وقال له تمام احنا موافقين. وبالفعل بعدها ارس واصحابه انطلقوا على العاصمه علشان يقابلوا مرتزقه شادو، وفي طريقهم شارلوت قابلت الاطفال اللي كانت بتهتم بيهم وقت ما كانت عايشه في الشارع، وعرفنا انهم عايشين في ملجأ للايتام دلوقتي هي اللي عاملاه. كمان شفناهم بيقابلوا ارس بشكل جميل جدا لانه وعدهم انه ينقذ كل المشردين اللي في المدينه، وفعلا عمل كده. المهم بعد ما قعدوا يتكلموا معاهم شويه قرروا يباتوا عندهم النهارده بدل ما يروحوا الفندق. لكن فجاه وهم ماشيين في المدينه ارس لقى ليشيا في وشه، فالواد قلبه وقع في رجله وقال هي عرفت منين دي اللي انا هنا؟ فقالت له انها عرفت من ابوها اللي كان في الاجتماع معاها امبارح. فقال لها اهلا، اعمل ايه انا دلوقتي في الورطه دي؟ هي فاكره اننا بنلعب ولا ايه؟ لكن شويه ولقاها بتلعب مع الاطفال عادي، فاتاكد انها اتهبلت فعلا. المهم فضل مستحمل جنانها ده هي وشارلوت لحد ما اليوم خلص، ومع طلوع النهار ودعوا الاطفال وراحوا للمكان اللي بنسبه كبيره هيلاقوا المرتزقه هناك. وطبعا ارس كان مستغرب من الاشكال الموجوده، الوحيد اللي كان عارف يتعامل معاهم هو ريدز. المهم اصحابنا كانوا قاعدين علشان ارس يعرف بقوته مين فيهم زعيم شادو، لكنه ما لقاش حد مميز فيهم بقوته مثلا. وقتها جت النادله تاخد طلباتهم، فارس بدا يشوف هيطلب ايه، ولسه بيرفع عينه فيها ملامحه اتغيرت بطريقه غريبه، فكل اللي حواليه شكوا ان البنت دي هي الزعيمه. في الوقت ده شفنا ارس في الحمام بيغسل وشه من المفاجاه، لكن وهو خارج اتصدم باللي جايه من وراه بسكينه وعايزه تخلص عليه. البت كانت خلاص حاطه السكينه على رقبته لولا ان ريدز جه على اخر لحظه وانقذه. فالبت اتفاجئت هم عرفوا ازاي بالسرعه دي، وعرفوا ازاي انها الشخص اللي بيدوروا عليه اصلا. لكن المفاجاه الاكبر هي النظره الشريره اللي كانت على وش ليشيا بعد ما شافت خطيبها كان هيتعامل شاورما، وحرفيا كانت عايزه تاكل البت من رقبتها. لكن النادله فاجئتهم انها مش بنت اصلا، ده واد متخفي في الشكل ده علشان يعرف هم عايزين ايه. المهم دلوقتي انها وافقت على الشغل معاهم واخدتهم علشان يتكلموا في التفاصيل. وبعد ما ارس حكى لها على الحرب ومشكله مقاطعه بيرنا قال لهم تمام 5 أيام وتعالى خد المعلومات اللي انت عايزها. فارس اتفاجئ وقال لها بالسرعه دي؟ فالواد قال له ايوه امال انت فاكر ايه؟ وبالفعل بعد كام يوم رجعوا تاني لنفس المكان ولقوا زعيم المرتزقه موجود، لكن استغربوا انه لوحده برضه مفيش حد معاه. فقال لهم عادي كل اللي معايا في شغل دلوقتي، المهم انا لوحدي جبت لكم اللي انتوا عايزينه. وسلم ارس خريطه كده قال له ان فيها السبب اللي بيدور عليه. فارس استغرب لما شاف فيها كل اختام المقاطعات اللي مع الاخ الصغير مارك، لكن المفاجاه لما شافوا ختم بيرنا كمان معاهم، معنى كده انهم فعلا لو كانوا هاجموهم كانوا هيودوا نفسهم في داهيه، لان وقتها باقي المقاطعات اللي مع مارك هيدافعوا عنهم. فارس قال له مش بس كده، ختم مقاطعه ماسا كمان هنا. فريدز اتفاجئ لان حاكم المقاطعه دي كان معاهم وفي صفهم من زمان، لكن من الواضح انه قرر يخونهم علشان خاطر مارك، وبكده احنا خسرنا اقوى جيش بيمتلك قوات مشاة في المملكه كلها. فارس قال له انت قلت لو اتاكدنا ان العقد حقيقي يعني في امكانيه يطلع كذب،
فقال له ايوه بس لازم نفترض اسوأ الاحتمالات، احنا لو هاجمنا بيرنا وماسا مش معانا اتاكد كده ان جيشنا هيروح ومش هيرجع. علشان كده سأل الواد بتاع الشادو هل انت متاكد ان العقد ده حقيقي؟ فالواد قال له ايوه باكد لك ان جايبه من قصر رئيس بيرنا نفسه. فريدز فضل ساكت شويه لكن قال له ماشي في الاخر. وقبل ما يمشوا حاول ارس يسدد باقي المبلغ بتاعهم لكنه قال له لا، اعتبر ده عربون محبه بينا علشان الشغل في المستقبل. بعدها ارس رجع بسرعه للومير علشان يعرفه بالموضوع ده، وطبعا هو ما كانش مصدق ان حاكم ماسا قرر يتعاون مع مارك ضدهم. لو العقد ده طلع صح فكده الحرب مش هتبقى سهله بالنسبه لهم. علشان كده قال للمساعد بتاعه خد العقد ده اتاكد منه. وشكر ارس جدا علشان هو لحقهم قبل ما يقرروا يحتلوا بيرنا ويتورطوا. وقتها المساعد بتاعه رجع وقال لهم انا لاحظت حاجه، واخدهم بعدها علشان يوريهم الختم الاصلي بتاع حاكم ماسا. فكلهم لاحظوا ان في اختلاف واضح بين الختمين، يعني بنسبه كبيره في حد زور العقد ده علشان يورطهم. فلومير قال له انت قصدك ان بيرنا خانتنا بعد ما شافت خيانه ماسا اللي اساسا ما يعرفوش انها مزوره؟ يعني من الاخر في حد بيلعب على الكل علشان يكسب الحرب، وعلى الاغلب كل ده متخطط له علشان يكسبوا شويه وقت ويقدروا يسيطروا على منجم الاحجار السحريه. فارس قال لهم ايه المكان ده؟ فعرفوه ان مدينه بيرنا واحده من 3 اماكن فيها كميه من الاحجار السحريه دي، واللي هيقدر يسيطر عليها هيبقى تحت ايده قوه ملهاش حدود. فروسل قال لهم معنى كده ان الهجوم على بيرنا مش وارد حاليا، الحل الوحيد اننا نعرفهم الحقيقه ونضمهم في الجبهه بتاعتنا باي طريقه، والا وقتها مارك هيحط ايده على المناجم السحريه ويبقى اقوى. فقالوا له ايوه بس المشكله ان حاكم بيرنا ده رافض اي حد من ناحيتنا بيروح له. طبعا انتوا عارفين مين اللي حاشر نفسه في كل حاجه وقرر يروح هو يتكلم معاه، صاحبنا ارس. فعلا جهز نفسه واخد اول اوبر رايح على هناك وراح يتكلم مع الحاكم. لكن المفاجاه لما لقيناه بيقول له ان المقاطعه بتاعته هي كمان عايزه تكون مع مارك، ومش بس كده ده كمان حاكم مقاطعه كناري هو كمان عايز ينضم لينا. فحاكم بيرنا الغبي ما كانش مصدق في البدايه، لكن ارس عرف يقنعه في الاخر. وقبل ما يكملوا الاتفاق ارس ساله انت واثق ان العقد اللي في ايدك ده حقيقي؟ فقال له طبعا ده انا اخدتها من اللورد مارك شخصيا. فقال له ايوه بس بخيالك كده ايه اللي هيخلي حاكم مقاطعه ماسا ينضم ليه وهو عارف ان علاقته بالجانب الاخر اقوى؟ فقال له يا ابني الحرب بتغير اي حاجه، لازم تفضل في الجانب الاقوى علشان تقدر تعيش. فارس قال له اديك قلت اهو، حاكم ماسا هيقدر يطمن ازاي لما يكون مكشوف كاول مقاطعه خاينه جيشنا هيقابلها؟ فكر فيها وانت هتعرف ان في حاجه غلط. فالواد قال له يعني انت عملت كل ده علشان توصل لي الكلمتين دول؟ انا بقى هوصل رقبتك للي بعتك. وامر الجنود يخلصوا على ارس، لكن بسرعه ريدز اللي كان واقف وراه لحقه. وقبل ما الوضع يتطور اكتر طلب من الشخص التاني يظهر نفسه، والصدمه انه كان حاكم مقاطعه ماسا شخصيا. في الوقت ده عرفنا ان كل دي كانت خطه من ابطالنا وبتفكير روسل اللي عرض عليهم انهم يتواصلوا مع حاكم ماسا الاول ويعرفوه باللي بيحصل علشان يكون معاهم دليل قوي على التزوير. وفعلا لما راحوا له عرفوا انه لا خانهم ولا حاجه، ولما شاف اللعبه اللي مش مظبوطه اللي بتحصل دي صمم يروح معاهم لحاكم بيرنا الغبي. علشان كده لما شافه دلوقتي قال له الختم اللي على العقد ده مزور ومش انا اللي عملته، انا مع كوران من الاول وهفضل معاه لاخر يوم في حياتي، انا مش خاين غبي زيك كان هيضيع المقاطعه بتاعته بسبب ختم تافه مزور. فالواد التاني حرفيا ما كانش عارف يقول ايه، وعرفهم انه معاهم خلاص بس اللورد كوران يوافق على رجوعه، خصوصا بعد ما عرف اننا انقلبنا عليه فاكيد مش هيوافق علينا تاني. فحاكم ماسا قال له عارف ان ده اللي هيحصل، ولو سالتني عن رايي فانا برضو عمري ما هوافق عليك بعد اللي انت عملته ده، لكن انا هسيب القرار لارس علشان هو اللي كشف الخدعه من الاول. فارس قال له نعم انا؟ ايه المصيبه اللي انت وقعتني فيها دي؟ لكن بعد شويه تفكير قال له بصراحه ان ده كان فخ وكلنا كنا هنقع فيه، لكن المهم دلوقتي اننا ننسى اللي حصل ونركز على تحضير نفسنا المواجهه في اي وقت. فالواد شكره ووعدهم انه هيساعدهم على قد ما يقدر، وكان واضح ان كلهم فرحوا بقرار ارس ده. وقبل ما حاكم ماسا يمشي ارس شكره على مساعدته وقال له انه هيبلغ لومير بالنجاح اللي عملوه. فهو قال له بالعكس انا كده اطمنت ان ريفن ساب بعده قائد قوي نقدر نعتمد عليه في اي حاجه، بس لازم تتمرن على التمثيل شويه لانك كنت مفضوح قوي. فارس قال له خلاص بقى بلاش فضايح. ولما رجع راح لقبر ابوه كالعاده علشان يعرفه بكل حاجه هو وصل لها. ولما اصحابه وصلوا كانوا مبسوطين ان ارس اتغير تماما للشكل ده وبقى قائد فعلي للمقاطعه. كمان اتفاجئوا ان لومير بنفسه جاي علشان يزور قبر ريفن وبيقول له انا جاي اقول لك على حاجه انت كان نفسك فيها، اللورد كوران طالب يقابلك بنفسه. فارس كان سامع ومش مستوعب اللي هو انت بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ فلومير قال له بتكلم بجد طبعا، هو عايز يقابلك دلوقتي. فارس كان عايز الارض تنشق وتبلعه حرفيا ومش عارف يهرب ازاي منهم. حاول يقول له اي حجه لكن لومير قال له هتقابله يعني هتقابله. كمان اصحابه لما لقوه متوتر كده شجعوه وقالوا له دي فرصه ما ينفعش
تفوتها. فهو قال لهم ايوه طبعا، وعمل فيها واثق من نفسه بالرغم انه كان هيموت من الخوف، لكن وافق في النهايه طبعا. وفعلا من غير كلام كتير ركب معاهم وتوجه على قصر اللورد. وفي الطريق قال لهم عرفتوا حاجه عن اللي احنا رايحين له ده؟ فريدز قال له اللورد عامل حفله مجمع فيها رجالته كلهم. فارس قال له اه يا بطني، شكلي كده هخرب الدنيا ومش هعرف اتصرف مع الناس دي اللي هناك. لكنه قرر يتفرج على جمال مقاطعه سمبلار علشان يخفف من التوتر ده شويه. ولما وصل القلعه شاف قد ايه المكان فخم ومليان ناس مهمين جدا في المملكه، وطبعا كلهم كانوا بيسالوا هو العيل ده بيعمل ايه هنا. لكن ارس حاول على قد ما يقدر يكون متماسك علشان ما يضحكش عليه الناس، وبدا يتعامل معاهم بصفته حاكم مقاطعه لامبرج. بعد شويه الحرس بدا يقدم اللورد كوران اللي جه وحياهم، وبدا بعدها يتكلم عن اخر المستجدات اللي هم وصلوا لها. كل ده وارس مش معاه اصلا، ومشغول بس في تقييم قوته اللي كانت عاليه جدا. المهم وقتها كان هو بيعرفهم بالخطه اللي اخوه الصغير مارك عايز يعملها علشان يسرق منه الحكم، لكن عرفهم ان ده مش هيحصل طول ما هم ايد واحده في مواجهته، ومع بعض هيقدروا يعملوا مملكه جديده مستقله عن باقي الممالك. علشان كده سالهم هل هم معاه ولا لا، فكل الموجودين اتحمسوا وقالوا له معاك. بعدها حب يعرفهم على شخص تاني قال لهم انه كان ليه الفضل في اللي حصل اخر فتره، ونده على ارس علشان يطلع يقف جنبه علشان يقدمه للناس. وفعلا صاحبنا المدهول على عينه طلع، وبدا اللورد يعرفهم بخطه التزوير اللي هو اكتشفها. صحيح هو لسه سنه صغير، لكنه اثبت انه شخص ذكي وقادر يعمل انجازات مهمه. فكل الموجودين بداوا يسقفوا لبطلنا، وتحول كلامهم عليه من انه طفل صغير لشخص مهم زيهم. محدش يعرف اصلا ان الواد خلاص كان عايز يهرب من كتر ما كان حاسس بالزهق من المكان، فسابهم في الاستراحه وخرج هو يشم شويه هوا. لكن اتفاجئ ان اللورد بنفسه جاي يتكلم معاه، وعرفه انه مبسوط باللي هو عمله الفتره الاخيره، علشان كده هو عامل له مفاجاه. لكن في البدايه كان عايز يعرف هو شايف اتباعه ازاي، خصوصا انه عنده قدره غريبه يقدر بيها يحدد قوه اللي قدامه. فارس قال له بصراحه كده ما شفتش حد فيهم مميز بحاجه، كلهم عادي. فاللورد ضحك وقال له قصدك انه مساعدينك احسن من اللي عندي؟ فارس قال له ايوه طبعا. فاللورد قال له عارف، هم صحيح ناس مخلصين جدا لكن برضه مش على اعلى مستوى، ودي حاجه كانت قلقاه لان مارك عنده ناس خبرتهم عاليه جدا في الحروب اكتر منهم بكتير. لكن حاليا وبعد ما عرف باللي ارس عمله قال له انا حاطط امل كبير عليك وعلى الشباب اللي معاك، انت بالنسبه لي مكسب كبير، ولو قدرت تثبت نفسك في الحرب الجايه دي هخليك انت حاكم مقاطعه كناري كلها. هي دي المفاجاه اللي قلت لك عليها. فارس اتفاجئ وقال له طب ولومير؟ فقال له هرقيه برضه وهخليه يحكم منطقه اكبر. لومير من الناس القليله اللي عندي ثقه كبيره فيها، علشان كده عايزك تعمل كل اللي عليك علشان مع بعض نقدر نحقق اللي احنا عايزينه. وقبل ما يمشي قال له بقول لك ايه، ما تسيب لي يا عم المساعدين بتوعك دول وشوف لك كام واحد غيرهم. فارس قال له لا والله كان على عيني، دول مهمين جدا بالنسبه لي. فاللورد ضحك وقال له كنت عارف انك مستحيل تسيبهم، فعايزك بقى تستخدم قوتك وتشوف لي ناس موهوبه يشتغلوا معايا. في نفس الوقت ده شفنا مارك الاخ الصغير للورد مجمع المساعدين بتوعه وبيخططوا هيعملوا ايه الايام الجايه، خصوصا بعد ما التزوير بتاعهم اتكشف. كمان قال لهم انا عايز ميري علشان تشارك معايا في الحرب. فمساعدينه اول ما سمعوا الاسم قالوا له ازاي، دي بنت مجنونه ما بتجيش من وراها غير المشاكل للجهه اللي بتشارك معاها. فمارك قال لهم لا انا عايزها. وتاني يوم شفنا اصحابنا خارجين يدوروا على اي مواهب جديده زي ما اللورد طلب، وافتكروا ان العيال بتوع شادو ممكن يساعدهم في الحوار ده. فراحوا للزعيم بتاعهم ودفعوا له فلوس علشان يهتم ويجيب لهم مواهب قويه. ولما خرجوا جت بنت طويله كده كانت شاربه وخبطت ارس وقعته على الارض، لكنها اعتذرت له وكملت في طريقها للمطعم. واللي اول ما شافوها قالوا لها هو انت يا ضايعه؟ وعرفنا ان دي ميري اللي مارك كان بيتكلم عليها، دايما مفلسه وشاربه بالشكل ده ودنيتها بايظه. لكن بمجرد ما زعيم الشادو شافها فكر ان دي هتكون مناسبه لارس وفريقه، علشان كده قرر يخليها معاهم في المطعم شويه بالرغم انها خربت الدنيا. لكن في النهايه عرف يقنع ارس بيها واخدها علشان تقابله في القصر. طبعا هو اول ما شافها افتكرها على طول، لكن برضه كان متردد يوافق ولا لا، خصوصا ان شكلها ضايع. لكن بمجرد ما شاف قوتها قال يخرب بيتك دي وحش، البت حرفيا قوتها كانت في السما. لكن الحاجه اللي فاجئتهم اكتر لما عرفوا انها كانت شغاله مستشاره خاصه للملك قبل ما يتقتل، لكنها انطردت من القصر بسبب سلوكها الغريب ده. فارس كان مستغرب هي ازاي حد كان شغال في منصب مهم زي ده متساب كده ملوش لازمه. فريدز حذره وقتها انه يوافق عليها لان سمعتها سبقاها واكيد مش هنستفيد منها زي ما مسؤولين القصر طردوها. والاهم من كده عندها اخ اصغر منها شغال مع مارك ويعتبر من اهم مستشاريه، تضمن منين بقى انها ما تنقلوش اخبارنا والخطط اللي احنا بنحطها؟ فالبت قالت له مين انا؟
صدقني انا مستحيل اقول حاجه لاخويا الغبي ده، انا اصلا بقالي مده طويله ما شفتهوش. فريدز زعق لها علشان تسكت وتمشي من هنا، لكن برضه فضل القرار بايد ارس اللي فاجئهم وقال لها موافق هتشتغلي معانا. فكلهم قالوا له نعم ليه؟ فقال لهم انا عارف انها خطر، لكن في نفس الوقت قوتها دي لازم نستغلها في صالحنا. فاضطروا يسكتوا ويوافقوا على كلامه وقالوا ربنا يستر. لكن بمجرد مرور كام ساعه بس كده، ريدز وروسل وافراد القصر كلهم راحوا يشدوا في شعرهم لارس ويقولوا له خلصنا من المصيبه اللي انت بليتنا بيها دي. البت طول النهار يا اما نايمه يا اما بتاكل، ساعه التدريب شاربه وحالتها طين، اتصرف بقى انت اللي وافقت عليها. فارس كان لسه هيقول لهم يا شباب سمع صوت تفجيرات جايه من بره، الجنود كلهم طلعوا يجروا فاكرين ان فيه هجوم عليهم، لكن الصدمه لما لقوا شارلوت وميري عمالين يلعبوا بالقوه السحريه بره. فارس كل ده كان لسه صابر ومتحمل وبرضه مش عايز يطردها، على عكس باقي الموجودين اللي خلاص شويه كمان وهيقتلوها بنفسهم، ولو شارلوت فضلت في الهبل ده هيقتلوها هي كمان. فارس لما لقى الكل مش طايقها كده قال انا لازم اشغلها في حاجه وبالمره نشوف قوتها الحقيقيه ونخليهم يشوفوا انها مهمه بالنسبه لنا. علشان كده قرر يعمل حرب وهميه بينهم، بدا يعرفهم الشروط وقال يلا مين معانا انا وهي بقى، وبيبص لقى افراد الجيش وريدز وباقي اصحابه في الناحيه التانيه حرفيا كلهم عليهم هما الاتنين. فارس قال يلا بقى هنعمل ايه في حب الناس، وفعلا بداوا يجهزوا للمعركه دي. ريدز قال للمجموعه اللي معاه بقول لكم ايه، عايزكم تكسروا دماغ ميري دي، عايزها تخرج من اللعبه دي مش عارفه تحارب تاني. وقتها كان ارس وصل للغابه واخد له شويه جنود مبتدئين كده علشان يبقى في توازن في اللعبه. المهم كل فريق فيهم عمل خطه وبدا الضحك بقى مش الحرب. شويه نلاقي ارس عامل لهم فخ هو وميري، وشويه تلاقيهم طالعين يجروا من ريدز اللي كان خلاص على اخره منهم. وفضل ارس يقول لها تعالي نستسلم وخلاص بدل ما يقتلنا، لكن هي ابدا. ومن الناحيه التانيه ليشيا كانت هتموت من الغيره علشان ميري شايلاه بالشكل ده وبتقول لريدز يقتلهم الاتنين. المهم خلصت الحفله اللي ملهاش اي لازمه دي بفوز فريق ارس بعد ما عرفوا يخدعوهم. بعدها عملوا احتفال كده بعد ما خلاص ميري اقتنعت انها هتكون احسن مع فريق ارس، وبالرغم ان كل اللي عملوه ده كان يعتبر لعبه، لكن نقدر نقول انهم بيجهزوا للحرب الحقيقيه. بكده يقدروا يعرفوا نقط ضعفهم ومين يقدروا يعتمدوا عليه من افراد الجيش. فيا ترى ايه اللي مستني ارس واصحابه في الايام الجايه؟ اللورد بعت لهم رساله لاجتماع مجلس الحرب لان خلاص الوقت بيقرب، لكن ايه اللي هيحصل في الحرب دي تحديدا ده اللي هنشوفه في الموسم الثاني من الانمي. احنا كده لخصنا الموسم الاول كامل، فلو عايزين ملخص للموسم الثاني قولوا لي في التعليقات. الانمي جامد بصراحه والاكشن لسه جاي في الطريق، فما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده. ويلا سلام.